هنا جيد هذا سائل يسأل سؤال، يقول: لماذا أنتم في دروسكم تذكرون السلفية بكثرة وتهاجمون من يسهل على الناس دينهم كما يفعله دعاة الصحوة؟ طبعا أنا قايلها بأشرطة كثيرة، دعاة الصحوة تعني دعاة الإخوان المسلمين، ولكن عندنا في السعودية يسمونها الصحوة. قال: من بيان ما للمرأة من حقوق وأنها شقيقة الرجل كما حصل في المؤتمر بالكويت من انفتاح بين الدعاة المصلحين والنساء الداعيات. أقول: نحن عندما نحكم بالإسلام الذي هو موجود في الكتاب وفي السنة، فما أحله الله أحللناه، وما حرمه الله حرمناه، ما أوجبه الله أوجبناه، ما شرعه الله مباحا أبحناه، ما شرعه الله مكروها كرهناه، وهكذا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما لماذا نحن نكثر في دروسنا من كلمة السلفية؟ لأن أعداء التوحيد والدعوة التوحيد السلفية كثر، وهم لديهم قنوات فضائية ولديهم إعلام ولديهم مجلات يكثرون من ذكر فرقهم. فالشيعة على سبيل المثال قنواتهم الفضائية ومواقعهم الانترنتية ومحاضراتهم وأشرطة الكاسيت حقتهم دائما يذكرون فرقتهم الشيعة 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 الشيعة. الصوفية مواقعهم الانترنتية وقنواتهم الفضائية وأشرطة الكاسيت حقتهم ودروسهم دائما يذكرون الصوفية وحلقات الصوفية وعلماء الصوفية، ودائما يقول الصوفية تقول الصوفية، وعلى هذا كان الصوفية. الأشاعرة في كتبهم وفي جامعاتهم وفي قنواتهم وفي دروسهم يقولون الأشعرية كذا الأشعرية كذا الأشعرية كذا، المعتزلة الأباضية غيرهم. فلماذا ما يضيق صدوركم إلا إذا ذكرنا السلفية؟ يعني صدوركم لا تضيق ولا تجدون حرجا إذا ذكر الرافضة التشيع حتى دوخوا رؤوسنا، وإذا